سلسلة اساسيات الميك اب بارت 1. نبدأ النهاردة بالفرش اللي انت محتاجاها عشان تعملي ميك اب للعين، وبالمرة نعمل ميك اب للعين المبتدئين. اول فرشة هتحتاجيها هي بلندنج براش او فرشة دمج زي دي، وتكون فلافي. دي بقى اساسيه انها تدمج لك كل الالوان وتخلي الادجز بتاعتها ناعمه لا غنى تاني عنها. فرشه انت محتاجاها برضو فرشه بلندنج او فرشه دمج، بس تكون صغيره كده، ودي بنستخدمها في الحتت الصغيره عشان نعمل ديتيلز. وطبعا دي بنستخدمها لما بنيجي نغمق علشان نكون متحكمين اكتر باللون. تالت فرشه معانا هي الفلات براش دي، ودي احسن استخدام ليها ان انت تاخدي بيها بيجمنت وتحطيها على الجفن الثابت. اساسيه معاكي لكل الشيمرز عشان تحطيها على الجفن الثابت. فرشه هي البنسل براش، وتكون برضو تنفع للدمج شويه، ممكن تدمجي بيها اللون تحت الجفن وكمان تحطي بيها هايلايت. برضو الفلات براش الصغيره وانا بحبها جدا، وبتفرق جدا كمان مع البنات اللي جفنها صغير او الديتيلز بتاعت عينيها صغننه، برضو تقدري تستخدميها اكتر من استخدام. اخر حاجه طبعا فرشه الايلاينر الانجلد، دي بتبقى سهله جدا وبتسهل علينا رسم الايلاينر، سواء نستخدمها من الناحيه دي او الناحيه التانية لو انت بتحبي ترسمي الايلاينر الرفيع. كده تكون هي دي الفرش اللي انت محتاجاها لميك اب العين. تحبوا الفيديو جاي يكون عن ايه؟